السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا أحلى مشاهدين في فيديو جديد. النهاردة جولة من مطبخي الجديد باركولي، عقبال عندكم يا رب. المطبخ النهاردة أنا جازفت واخترت اللون الأبيض، وإن شاء الله يطلع خير. المطبخ نوعه حاجة اسمها جلادينج، وسألت كتير عن أنواع، لقيت فايبر، جلادينج، أكريليك، ولكن المهندس اللي عمل لي المطبخ نصحني بالجلادينج. حلو قوي وبيستحمل وقوي وبياضه واسع زيادة عن اللزوم. المتر بتاعه عملهولي ب1700 جنيه. اولا ده دولاب المطبخ، حطينا فيه الميكرويف، وده مكان الفرن، وانا لسه ما اشتريتش الفرن لان كان عندي بوتاجاز عادي، فقلبت البلت ان، بس لسه ما اشتريتش الفرن يعني. تمام. وتحت الفرن هنا في درجين فيها منظمات معالق وحاجات زي كده. التلاجة ده ماجنيك مغناطيس، احنا كنا اشتريناه من محل سفرة وكان ب7 جنيه ونص الواحد. في الفيديو بتاع مشترياتي من محلات سفرة تقدروا ترجعوا للفيديو تشوفوا المشتريات اللي اشتريناها من محل سفرة. دي التلاجة كنا عاملين عنها ريفيو قريب، اخر حاجة عن تنظيماتها وكده. ده الديب فريزر اريستون، هو ليه تحفظ عليه، هو بضمان بيتك ولكن حلو. بس هو المشكله ان بيتك هو الضامن الوحيد في مصر، فيقدر يتحكم فيكي في كل حاجه. تخطيط المطبخ هنا بقى، الحته دي كان فيه ضرفه، المفروض يبقى فيه ضرفه 30 سنتي، ولكن المقاسات زادت مننا شويه، فاضطرينا ان احنا نلغي الضرفه دي، فبالتالي انا استعملتها بالشكل ده. خلاص هي ما خسرتش معايا. الرخام بتاع المطبخ معمول هنا المتر ب1200 جنيه، لان انا سمعت برضو بنات بيقولوا في قنوات انه عاملينه ب1500 جنيه. لا، هو ب1200 جنيه انا عملته. لونه هو اسمر، الفص بتاعه ذهبي، هو في منه فص ذهبي وفص فضي، بس انا جايباه ذهبي، بس هو باين في التصوير انه فضي. المتر ب1200 جنيه بتلميع البولش الالماني بتاعه. بصراحة خدموني فيه قوي يعني. لو انتوا حابين ان انتوا تاخدوا رقمهم ولا حاجة، هم عندهم استعداد يسافروا اي حتة، مفيش مشكلة. تمام. تعالوا بقى نشوف ايه تاني. نرجع الاول للحوامل دي. الحوامل دي من الرواعي، الماسورة من الرواعي، الكابولي ده من الرواعي، القفل ده او الختمة بتاعته دي بيسموها كده، دي برضو من الرواعي. يبقى الختمة من الرواعي، الماسورة من الرواعي، الكابولي من الرواعي، وحرف الاس ده من الرواعي. حرف الاس ده تمنه 5 جنيه تقريبا، 5 جنيه. وفي حرف اس دبل زي ده، ثواني هوريهولكوا، ثواني اهو. ده ده ب10 جنيه حرف الاس الدبل ده. تمام. السيراميك ده موديل 2019. السيراميك ده تركي، جايباه من كليوباترا، لسه نازل مصر. في منه لونين، اللون الاول الابيض، واللون التاني اللي هو الطوبي، اللي هو لون الطوب، لون الطوب الاحمر ده، واخدين بالكم؟ تمام. نيجي بعد كده بقى للبلت ان اي كوك. انا كنت ناويه اجيبه اريستون، بس الامكانيات ما سمحتش يعني ان انا اجيب اريستون. اشعال ذاتي، ناره كويسه اهي، نجربها معاكم. تمام اهي، تقدري تعليها اعلى، هعليها لكم على اعلى درجه اهي. بصوا ناره عامله ازاي. تمام، فكرته حلوه. اما ده بقى الشفاط،
الفلاتر بتاعته كربون. الشفاط هنا فيه 3 حاجات. اول حاجة لمبة الاضاءة اهي، دي اول حاجة الاضاءة بتاعته اهي. ده الاول زرار الباور، ودي السرعة الاولى، ودي السرعة التانية، ودي السرعة التالتة. انا هطفيه عشان الصوت ما يشرش على الفيديو يعني. البوتاجاز ايكوك من شارع عبد العزيز، كنت جايباه ب 3000 جنيه. الشفاط تركي ب 1250 جنيه. السخان اولمبيك، مع ان انا كان عندي سخان غاز بس انا ما عجبتنيش فكرة السخان خالص، فاضطريت ان انا اجيب اولمبيك. الغسالة الاطباق دي انا عشان كان عندي الغسالة بتاعت الملابس دي من 24 سنة ومستحملاني ولا كلت ولا ملت بصراحة في ال 24 سنة دول. فعجبتني فكرة الزانوسي، فقررت ان انا اجيب برضو غسالة الاطباق زانوسي، اجل زانوسي. تمام، واشتغلت عليها كتير برضو، لا حلوة يعني جميلة. تمام، نيجي بقى للحوض. الحوض والحنفية دول، الحوض ده تركي 900 جنيه ماشي. الحنفية دي اسمها قنطرة زي ما بيقولوا. الحنفية القنطرة دي بتشتغل كده اهي، تقدري تشتغلي بيها كده تبقى دش، وكده تبقى حنفية تاني. كده دش اهيت ننزل بيها لتحت كده ونحركها زي ما احنا عايزين، نغسل بيها الحوض شمال ويمين زي ما احنا عايزين اهو داير ما يدور، ونرجع نرجعها مكانها تاني. تمام، ونقفلها وهي دي يعني الحنفية دي جميلة قوي، هتعجبكم ان شاء الله وبتسهل لنا الامور. الحنفية ثمنها 1250. خلاص كده انا عملت هنا ستاير اهي على الشباك، عملتها من نفس لون المفرش بتاع السفرة وترابيزة السفرة، ترابيزة المطبخ اسفة. الكراسي فكرتها ما عجبتنيش، فكرة الكراسي بالمرة ما عجبتنيش، مش حلوة. كان جوزي قال لي بلاش الفكرة دي، بس انا يا ريتني كنت سمعت كلامه يعني. بس انا عندي كراسي تانية كتير هبقى اغيرها واحطها بدل دي. عندي بالظبط الكراسي لون المخدات اللي في الركنة دي نفس اللون، فهتمشي قوي معاها يعني، مع الركنة هتمشي مع المكان يعني. نسيت اقول لكم الشغل ده، بصوا في السقف الجبسون بورد ده شايفينه عامل ازاي، شبه الفنجان اهو، شكله تحفة اهو. اهو شايفين شكله، تشطيبه حلو قوي جميل، وشغل الجبسون بورد تحفة، التشطيب بتاعه حلو قوي، معمول صح قوي. نسيت اقول لكم ان الميكروويف بلاك اند ديكر تقريبا كان ب4 الا 100، 4 و100 كده يعني. دي حامل فوط السفرة دي كانت من عند ولاد سليم 23 جنيه. هو حامل ستانلس يعني ان شاء الله يعيش يعني. عملت اللون الاخضر ده انا كنت مجبرة عليه، حطيت مشمع عليه عشان الزيوت والدهون، ونفس القماشة بتاعة ترابيزة المطبخ هي نفس قماشة الكراسي، هي نفس القماشة بتاعة الستاير. وعملت الستارة حتتين اهي حتتين بالشكل ده.
بالنسبة للستارة بتاعت المطبخ اهي من بعيد. نسيت اقول لكم الشفاط ده بالمناسبة دريته ورا الستارة لان ناس كتير قالوا لي لا وهيبقى شكله بايخ وكده، بس انا عايزة اكبر قوة شفط في المطبخ، فكده هو متداري ورا الستارة مش باين، انا محتاجه له بس انا كده دريته، يعني مش هيبقى شكله بايخ ولا حاجة. لكن المفروض يبقى عندي اكبر كمية شفط للدهون والابخرة والدخان وكده، لان المساحة زي ما انتم شايفين مفتوحة كده. انا لازم امشي عشان الوقت. وهو الشفاط بقى البلت ان مع الشفاط التاني المفروض ان هم يحققوا لي اكبر نسبة شفط، يعني لانه زي ما انتم شايفين طبعا الفيو مفتوح ازاي على المطبخ. كانت تجربة جديدة من نوعها، انا حبيت انفذها، واتمنى يا رب يكون على الفيديو عجبكم، واتمنى يكون مطبخي عجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد باذن الله، وما تنسوش الاشتراك. باي باي.